المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دورة تدريبية في غردات المهنيين الزراعيين. نجاح تطعيم سرطان الرحم في شانتيفور. نفير لجمع محصول الأسر المحتاجة في عرزة وميمنة. الرئيس الصيني يصل إلى السعودية في زيارة رسمية. أمريكا تعزز وجودها العسكري في أستراليا. والأمم المتحدة تحذر من أن البشرية باتت سلاحا للانقراض الشامل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد مكتب وزارة الصحة في مديرية شامبيقو نجاح حملة التطعيم ضد السرطان عنق الرحم التي جرت من 21 وحتى 25 من نوفمبر الماضي بنسبة 95%. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرضة تخلة زوانجيل في الاجتماع الذي عقد لتقييم الحملة ونتائجها تنظيم 5019 فتاة من عمر 9 وحتى 14 في الرابع الموضوع لتطعيم 5300 فتاة. وقد نفذ البرنامج في جميع الضواحي والمدارس ونقاط التطعيم المؤقتة والتجول في المناطق النائية، مؤكدا نجاح الحملة لتضافر الجهود الجهات المعنية وتفاني الكادر الصحي ووعي الشعب. وقال مدير مديرية شامبيقو سيد كحسي أسرات أن أنشطة التوعية المسبقة كانت من أهم أسباب نجاح البرنامج، ويجب مواصلة التنسيق والجهد لتقديم التطعيم بعد 6 أشهر. نظم قسم خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم القشبركة دورة تدريبية للمهنيين الزراعيين من 24 وحتى 29 من نوفمبر حول إجراءات دراسات إقامة المزارع الزراعية واستخدام وصيانة معدات رش المبيدات الحشرية. شارك في الدورة التدريبية مهندسين زراعيين من مختلف المديريات وممثلي سلطات الغابات والحياة البرية، وكذلك ممثلي وزارة الأراضي والمياه والبيئة وأعضاء وحدة التنمية الاقتصادية والمزارعين والشركاء. وقال مسؤول قسم خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم القشبركة السيد حقوس قبر مريم إنه يجب على المهنيين الزراعيين المعرفة الجيدة بالخطوات الواجب اتخاذها عند بدء المشاريع الزراعية وإجراء الحذر المسبق والقيام بدراسة وافية لتأثير المشاريع على البيئة قبل تنفيذها. من جانبه أوضح مدير مديرية غردات السيد إسحاق طعم أن على المهنيين الزراعيين القيام بالدراسات الاستكشافية المرتكزة على المزارعين، وضعا في الاعتبار إمكانية الإلحاق المشاريع الزراعية غير المؤسسة على الدراسات الأضرار على البيئة، داعيا المزارعين الاهتمام الكبير بالبيئة إلى جانب جهودهم لرفع الإنتاج. وذكر خبير صيانة معدات الرش السيد إفريم أرون أهمية وجود معرفة وقدرة جيدة باستخدام معدات رش المبيدات، وأن الدورة التدريبية تمكن المهنيين لصيانة المعدات التي بحوزتهم. قام المواطنون والعمال والطلاب في مديريتي عرزة وميمنة بجمع محصول أسر الشهداء وكذلك أسر المرابطون في الزود عن الوطن. وأوضح منسق البرنامج المهندس تخلوم صقاي جمع محصول 2242 أسرة في مديرية ميمنة بمشاركة حوالي 11,000 مواطن. كما تم جمع محصول حوالي 2000 أسرة ما مقداره 600 هكتار في 15 ضاحية بمديرية عرزة حسب إفادة اللجان. وقالت الأسر التي قدمت لها المساعدات إن محصولهم جمع في الوقت المناسب بفضل المساعدة التي قدمت لها، شاكرة الجهات المنظمة والمشاركون. وفادت المعلومات الواردة بصيانة خط مواصلات ومساكن ومدارس عبر لجنة النفير في مديرية عرزة.
أفاد المدير الطبي لمستشفى الولادة في عداق حموس الدكتور كفليسوس لا ارتفاع خدمات رعاية الحوامل في المستشفى في الأشهر العشرة الماضية بنسبة 12%. وأوضح أن المستشفى يقوم بتحاليل الدم للحوامل وأزواجهن لمعرفة الإصابة بمرض الأيدز، مشيرا إلى تعظيم خدمات الولادة ل17 امرأة مصابة بالأيدز، وبعد الرعاية المقدمة ل18 شهرا لأطفالهن تبين خلوهم من فيروس HIV. وأشار إلى تطعيم المستشفى لأكثر من 12,000 طفل تحت سن الخامسة ضد 12 نوعا من الأمراض. نظم في مديرية قندع في 24 و25 من نوفمبر سيمينار حول برامج تأهيل المكفوفين. وقال محاضر السيمينار مستشار الجمعية الوطنية للمكفوفين السيد جبر مسكال في السهية أن الهدف من السيمينار هو تحسين المكفوفين حياتهم المعيشية بمساهمتهم الفاعلة في برامج التأهيل. وذكر بأن المكتب المركزي لجمعية المكفوفين الوطنية يقوم بجهود حثيثة لخلق بيئة صلبة تسهم في اعتماد أعضاء الجمعية على ذاتهم بتصحيح المفاهيم والنظرة المجتمعية الخاطئة تجاه المكفوفين، وأن الدورات التأهيل الجارية عبر مراحل خير شاهد على ذلك. وأوضح مسؤول الإدارة بالجمعية الأستاذ قرجة تسفى سلاسي إنجاز أعمال مرضية بخصوص تطور الأعضاء أكاديميا ومهنيا، مشيرا إلى الدفع بتلك الأعمال مستقبلا. وأشار المدير التنفيذي لمديرية قندع السيد حيش جبر سلاسي إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لتقليل مشاكل المكفوفين والمعاقين عامة، وتقوم إدارته جاهدة لتقوية برامج التأهيل وتنمية المكفوفين. وذكر المشاركون في السيمينار أن السيمينار يعزز من معارفهم، مناشدين على تنظيم سيمينارات مماثلة. وأوضحت الجمعية الوطنية للمكفوفين الناشطة تحت مظلة وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأنها تسعى جاهدة لحصول أعضائها الدعم والمساعدة عبر برامج التأهيل والتنمية المجتمعية. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. وصل الرئيس الصيني شي بينغ بالأربعاء إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية تواسا أن الزيارة تأتي تعزيزا للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية. وكان في صباح الرئيس الصيني في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الراميين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لجمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشين واي تشينغ، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية. وسيعقد خلال الزيارة قمة سعودية صينية برئاسة الملك سلمان والرئيس شي ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وسيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية. وسيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي. وأفادت وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، أي ما يعادل نحو من 29 مليار دولار، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين وخطة الموائمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق. كما سيعلن عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة تعتزم تعزيز وجودها العسكري الدوري في أستراليا. وأشار إلى أن الحديث يدور حول زيادة وجود القاذفات والمقاتلات بالإضافة إلى المناوبات المستقبلية للبحرية والجيش الأمريكيين. وكانت استضافت واشنطن محادثات بين وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين لويد أوستن وأنتوني بلينكن ونظيريهما الأستراليين.
يشار لأن صحيفة جلوبال تايمز الصينية قالت في وقت سابق أن واشنطن تحول أستراليا إلى قاعدة أمامية ضد الصين، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة عزمها إرسال قاذفات بي 52 الاستراتيجية إلى أستراليا. وذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تخطط لنشر ما يصل إلى 6 قاذفات نووية من طراز بي 52 في قاعدة جوية في شمال أستراليا وسط توترات متصاعدة مع الصين. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عشية مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي كوب 15 في مونتربال بكندا إن البشرية أصبحت سلاحا للانقراض الشامل، محذرا من آثار ذلك على الطبيعة التي تعاملها وكأنها مرحاض. وأكد مع شحنتها غير المحدودة للنمو الاقتصادي الخارج عن السيطرة وغير العادل أصبحت البشرية سلاحا للانقراض الشامل، معتبرا أن المؤتمر يشكل فرصتنا لوقف هذا المجون المدمر. ومنذ توليه منصبه في 2017 جعل رئيس الوزراء البرتغالي السابق من مكافحة التغير المناخي أولوية في تحركه. وتجتمع نحو 200 دولة من 7 ديسمبر 19 منه في محاولة للتوصل إلى ميثاق يمتد على 10 سنوات من أجل الطبيعة وتجنب موجة انقراض جماعي سادسة. إلا أن نتيجة المفاوضات التي تتمحور حول نحو 20 هدفا بغية حفظ الأنظمة البيئية بحلول 2030 غير مضمونة. الخبر الأخير: أعلنت الشرطة الإندونيسية أن 3 من عناصرها أصيبوا بجروح في هجوم انتحاري استهدف أحد مراكزها في مدينة باندوغ بإقليم جاوا. ولم تذكر السلطات الإندونيسية أي مؤشر حول دوافع هذا الهجوم الذي وقع بمقر شرطة أستانا أنيار في باندوغ عاصمة جاوا التي تضم أكبر عدد من السكان في إندونيسيا. ووفق تصريح للمتحدث باسم شرطة جاوا الغربية إبراهيم تومبو لقناة مترو، فإن قائد شرطة باندوغ وصل إلى مكان الحادث وفرقة متفجرات في طريقها إليه. ختام النشرة نذكر بأبرز العناوين. نجاح تدعيم سرطان الرحم في شامبيكو. دورة تدريبية في قردات المهنيين الزراعيين. نفير لجمع محصول الأسر المحتاجة في عرزة وميمنة. الرئيس الصيني يصل إلى السعودية في زيارة رسمية. أمريكا تعزز وجودها العسكري في أستراليا. والأمم المتحدة تحذر من أن البشرية باتت سلاحا للانقراض الشامل. انتهت النشرة، إلى اللقاء.